رحب فيك عبر السعودية الرياضية ابراهيم شايع. هذه المباراة بكل تأكيد تعطي دافع للفريق النصراوي، بكل تأكيد هي انطلاقة جدا جميلة للفريق النصراوي وقوية. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لجماهير النصر على المستوى والنتيجة، والحمد لله النصر كل ما يمشي من الأفضل للأفضل، وإن شاء الله يا رب على الأفضل إن شاء الله يا رب. فنيا على مستوى خط الوسط من أجل الاستوديو التحليلي والحديث حول هذا الأمر، في الشوط الأول كان هناك تباعد بين خط الهجوم وبين خط الوسط، نشاهد إلتون وإيفرتون في المقدمة وحيدين وأنتم تقريبا في الدائرة. والله مو بقصة كذا، بالعكس أنا أشوف الشوط الأول كنا قريبين من بعض، والخطوط كانت قريبة من بعض، بس والله عاد التحليل أنا ما أدري إيش اللي صار، بس الحين أنا أشوفنا في الملعب صراحة قريبين من بعض، والمدرب برضه في بين الشوطين تكلم معنا وقال لازم تكونوا قريبين من بعض، والحمد لله سوينا هذا الشيء، كذا ماشيين صح الحمد لله. هدفين في الشوط الأول اكتفيتوا بهذه الهدفين، خاصة هناك طرد في الشوط الثاني كان من الممكن زيادة الغلة. والله ما في فريق يقول لك يكتفي في هدفين ولا ما هدفين، بس الحمد لله قدمنا اللي علينا وربك ما كتب، بس الحمد لله اثنين جبت 3 نقاط، هذا هو الأهم. جميل، انطلاقة قوية بالنسبة للفريق النصراوي. ما الذي اختلف عن الموسم الماضي؟ والله ما اختلف شيء، جت عناصر جديدة والحمد لله تعودنا على بعض ومشينا مع بعض من بداية الموسم، الحمد لله هذا هو، تعودنا على بعض ومشينا مع بعض من بداية الموسم إلى الحين، الحمد لله ماشيين صح الحمد لله. بارك لك شخصيا هذا المستوى. الله يعطيك العافية حبيبي، فضل الله هذا. يعطيك الف